السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة دجاج. راح نطبخ دجاج لأن أكثر شي جيراننا بالبيت يحبون، بالبيت اللي عندنا جيراننا يحبون الدجاج. هسه حطيت دهن بالجدر ودرت البصل، نقلي البصل شوية، نقطع البطاطا، نقليها، نحمس البصل شوية لحد ما يذبل طبعا بالدهن. نحمسها، بعدين نجيب نقطع البطاطا مثل ما قلت مربعات ونحطهن ويا البصل شوية، نحمسهن أيضا ويا البصل. احنا بهاي الحالة احنا مقطعين الدجاج وغسلناه نظيف وضفته فوق البصل والبطاطا حتى ينحمس وياه، حتى تاخذ منة البصل وتروح الزفرة من عندها من الدجاجة. طبعا جربتها هذه الأكلة وحسيت بها هي أطيب من الكبسة. هنا أنا عندي أنواع البهارات، فلفل أسود، كاري، ملح، وماجي دجاج. ضفتها فوقها ونحمسهن ونقلبهن على الشكل. انحمست بهذا الشكل صارت. هنا ضفت له مي شوية، قلاص مي. طبعا غطيته وخليته يستوي اللحم شوية ويا بعد ذلك أنا كنت غاسلة التمن بسمكي، نقعته وغسلته. هنا حضرت له المي، طبعا كنت حاطة ماجي أيضا بالتمن. هنا قام يفور الدجاج. نومي بصرة، حط 3 نومي بصرة، نص ليمون على مود ياخذ تصير طعمها أطيب. هسه طلعنا شخلنا اللحم من المرق ونحطه بالفرن، والمرق صار طبعا عندنا تشريب والتمن هسه ويا الدجاج. هسه هنا صبينا التمن وهذا التشريب مال المرق، هيا حطينا فوق التمن ناكله بهيج الطريقة. إن شاء الله يعجبكم وتجربوها، وهي طبعا أكيد حسب رأي كل إنسان يعني يعجبه أو ما يعجبه بكيفه. إن شاء الله يعجبكم هذا. أنا أشكركم، إن شاء الله تحطوا لي لايك واشتراك. مع السلامة، شكرا.